سفاحة الرضع، الجريمة اللي هزت بريطانيا لبشاعتها ولطريقة تنفيذها اللي ما تخطرش على بال البشر، واللي نفذتها ممرضة اسمها لوسي، اللي لقبوها ساعتها بأسوأ ممرضة في تاريخ بريطانيا الحديثة، لدرجة إن في ناس كانوا بيوصفوا قصة لوسي بإنها شبيهة بأفلام الرعب. قصة لوسي بدأت من 2015 ل 2016 لما تعينت في إحدى المستشفيات في بريطانيا، وكانت مسؤولة عن القسم الخاص بالأطفال الرضع حديث الولادة اللي هي الحضانة. كانت مسؤولة عنهم من أول يوم يدخلوا فيه الحضانة لحد آخر يوم لما يجي أهلهم يستلموهم، وكانت هي المسؤولة عن الرعاية الكاملة من علاج ومن أكل. للأسف من أول يوم دخلت فيه لوسي القسم بدأ عدد الوفيات بين الأطفال يزيد، لدرجة إن في دكتور شك وربط وجود لوسي في القسم وزيادة عدد الوفيات عندهم في قسم الأطفال. وهنا الدكتور المختص طلب من إدارة المستشفى إن هم يشوفوا الموضوع، إنه شاكك إن في أمر ما بيحصل جوه القسم وبيتهم فيه لوسي إنها ليها دور في الموضوع. هنا طبعا المستشفى قررت إنها تنقلها لقسم تاني، حسوا إنها متغيرة ودايما بتعمل مشاكل وعايزة ترجع تاني للقسم الخاص بالأطفال حديث الولادة. أول ما شافوا كده شكوا فيها أكتر، وقرروا ساعتها إن هم يبلغوا الشرطة علشان يخلوا مسؤوليتهم من الموضوع. وفعلا لما بلغوا الشرطة بدأت تفتح التحقيق مع لوسي. أول ما قعدوا عشان يحققوا مع لوسي ما قدروش يوصلوا لأي معلومة، بس لقوا لوسي مرتبكة وكلامها مش طبيعي وطريقتها في الكلام كده فيها شيء من الكذب. أول ما شافوا كده ساعتها أمروا إن هم يفتشوا بيت لوسي، وفعلا نقلوا على بيت لوسي علشان يفتشوه. وهنا كانت المصيبة، لقوا مذكرات لوسي، وأول ما فتحوها لقوا عنوان كبير فيها مكتوب فيه أنا الشريرة، وتحت العنوان ده جملتين. أول حاجة قالتها أنا الشريرة لأني لا أتمتع بالطيبة الكافية إني أراعي الأطفال، وتاني جملة ذكرت فيها أنا الشريرة مرتين وقالت إن أنا بقتل الأطفال دي عن عمد. أول ما شافوا طبعا المذكرات بتاعتها أخدوا المذكرات وتم القبض عليها علشان يحققوا معاها في الموضوع. وأول طبعا ما واجهوها بيها اعترفت على طول، وقالت لهم إنها موتت 7 أطفال، من ضمنهم طفلين كانوا توأم متماثلين، وبعد 24 ساعة بالظبط من دخولهم الحضانة موتتهم. وبعدين اعترفت تاني ان من ضمن الضحايا بتاعتها كانت طفله كانت مولوده قبل ميعادها ب8 اسابيع، وبرده ما خدتش 24 ساعه من دخولها الحضانه وتخلصت منها. وهنا طبعا سالوها انت بتتخلصي منهم ازاي، ما كانش بيبان اي حاجه عليهم. وهنا قالت لهم حاجه ما كانتش تخطر على بال البشر، قالت لهم انا كنت بتخلص منهم بطريقتين بس. الطريقه الاولى اني كنت بحقنهم بالهواء، والطريقه الثانيه اني كنت بحط لهم انسولين في الرضعه بتاعتهم. والتحقيق ساعتها استمر أكتر من سنتين مع لوسي من 2018 لحد 2019، وفي 2020 تم الحكم عليها بالسجن مدى الحياة، وده طبعا بعد تحقيق طويل وتأكدوا فيها إنها هي المتهمة الوحيدة في الموضوع بعد اعترافاتها وبعد اللي شافوه في المذكرة بتاعتها. وكانت لوسي تعتبر من ضمن 3 سيدات كانت حكم عليهم في بريطانيا بالسجن مدى الحياة. وبعد الحكم على لوسي اكتشفوا ان في احدى المستشفيات كانت شغاله فيها لوسي من 2012 لحد 2015 كانت شاكه ان نسبه الوفيات اللي عندها في قسم الحضانه كانت وراها لوسي. وهنا قدموا بلاغ علشان يقدروا ينظروا في الموضوع ويعرفوا السبب ورا الوفيات اللي كانت بتحصل عندهم. ودي كانت نهايه لوسي اللي لقبت بأسوأ ممرضه في تاريخ بريطانيا، واللي كان ناس كتير بتوصفها بأفلام الرعب. والسلام عليكم.